استغفر الله العظيم يا رب. يا مدير، يا مدير ما تشوف لنا حل يا مدير، انا مش هاعرف اشتغل في الجو ده كده يعني. ماله؟ انت هتعرف منين؟ ما انت جايب تكييف واحد وحاطه عندك في المكتب، ده انت ما بتفتحش الباب يا راجل يطر علينا شويه حتى. انا مش عارف اقول لك ايه، انت لازم تخرج بقى يا مدير، تخرج تشوف حضانات الكتاكيت اللي احنا عايشين فيها بره دي عشان تعرف احنا بنمر بايه يعني. الله يكرمك يعني مراوح. مراوح يا مدير، ده هم مروحتين اللي في المكتب، ده انا بستنى حد يغيب عشان اثبتها عليا، تقول لي مراوح. يا مدير الله يكرمك، ما انا مش عايز افتح ده انت كفايه عم علي دي لوحده، عم علي دي محتاج يولع بخور تحت باطه وهو جاي الشغل اصلا. انت مش متخيل الريحه بره بتبقى عامله ازاي، عرق في سجاير في فول وبصل الصبح ده لو شغال مع باكستان مش هتبقى الدنيا كده. لا شوف لنا حل الله يكرمك، شوف لنا حل. وبعدين اصل انا مش هفضل قاعد كده وفي وش البتاع اللي مروح، اصل انا مش بتاع مشويات واخد بالك عشان اشتغل كده يعني. الله يكرمك شوف لنا حل. الله يكرمك يا مدير، تسلم. تسلم يا مدير، انا هاجي لك بقى المكتب شويه. لا مش عشان التكييف ولا لا، انا هاجي لك نراجع شويه حسابات كده. كان في عجز جنيه ونص من السنه اللي فاتت باين، هندور عليهم يعني، هندور عليهم ان شاء الله نوصل لهم. ماشي يا مدير، حالا اكون عندي، حالا يا مدير. الله يكرمك على 16 بقى. ماشي ماشي يا مدير، مع السلامه مع السلامه.